السلام الأحباب. نتمنى من الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. الله يديم عليكم السعادة والهناء ويقرب لكم كل مسبباتهم يا ربي، والله يبعد منكم الأحزان والهموم والشقاء ويبعد عليكم كل مسبباتهم يا رب العالمين. القصة ديال اليوم هي قصة ديال واحد جوج الأصدقاء اللي كبروا تقريبا بجوج في منطقة واحدة في البادية، ويعني دوزوا الطفولة ودوزوا الشباب ديالهم وهاجروا بجوجهم من المدينة وبداو خدامين. كانوا من النوع اللي هو كيخدم وكيدمر وكيجمع الفلوس. حنا كنعرفوا هاد النوعية ديال الناس، يعني اللي كدمر ويقدر يصبر في كرشو ويقدر يصبر في اللبس ويقدر يصبر بزاف د الحوايج، كيقضي باش ما كاين وكيجمع الفلوس. ومع الوقت دوزو شي سنوات في المدينة وكيخدموا فاش ما جاب الله في أي حاجة، يهزوا مع هذا يبيعوا مع هذا يعاونوا هذا، يهزوا الثقل لهذا يوصلوا لهذا يجيبوا لهذا. يعني مع الوقت تعرفوا على المدينة وعرفوا بأنهم ممكن يصوروا فلوس كتيرة كتر من داكشي اللي كيصوروا، إلا هما داروا شي حاجة اللي يخدموا بها بنفوسهم، ما يبقاوش خدامين مع الناس، ما يبقاوش غير حمالة، ما يبقاوش غير طالب معاشوات مع الناس. إذا شنو الفكرة اللي داروا؟ ناض هذاك اللي غندبروا على شوية الفلوس، كل واحد يدبر على شوية، ونشوفوا لينا شي هوندا أولا شي كاميونات، شي حاجة كبر من الهوندا، شي كاميونات صغيرة ونخدموا بها. ناض هذاك مشاو كل واحد فيهم شي تسلاف، شي باع لكن شي ديب ديال المرا، شي باع شي حاجات للبلاد عنده في العروبية، شي ساعدوه والديه، شي ساعدوه نسابو، وجمعوا كل واحد فيهم جاب واحد 6 المليون ديال السنتيم الواحد، يعني بجوجهم جمعوا 12 مليون. وشراو واحد الكاميونات وشراوها، ولكن نهار شراوها هذاك الواحد فيهم اللي مشى شراها والفلوس عنده وتكاتب مع السيد اللي شراها من عنده، ولكن تكاتب معاه غير بوحدو، دارها في سميتو. وملي جا عند صاحبو قال له ودي ها انت مع الوقت ان شاء الله انا ملي نقادو الوريقات وتخرج الكارت كريز ونقادو كذا وكذا، دي الهضره اللي قال لي عاد غنقادوها ونديروها في سميتنا. دابا حنا غنبداو العمل ومع الوقت راه حنا نقادو الشغل ديالنا بيناتنا، راه حنا خوت. الاخر مسكين تا هو نية وثقة، قال له ما كاين باس اللهم يسر. راك بداو خدامين، بدات الخدامه الهويندا هذيك الكاميونات كيدخلوهم نهار زيق مزيان تبارك الله، ولاو كياكلوا فيها خبيز مزيان وفلوس، يعني كتدخل كتر من الاول. يعني كيحيدوا فلوس الصاير ديالها ديال المازوت ديالها، كيحيدوا شي حاجه كيخلوها على الجانب ديالها، يعني لي بنو شي حوايج كيخلوهم على حساب لاسيرونس، على حساب فيزيت، على حساب اي حاجه ممكن توقع، كيحطوها دو كوطي بحال دايرين واحد الصنيديقه ديال المصاريف ديال السياره، وكيهزوا لكل واحد فيهم طريف. يعني داكشي تبارك الله خير وبركه. ولكن مع الوقت هذاك اللي يدير الكاميون في سميتو ولا كيديها بزاف هذيك الطوموبيل، ولا هو اللي كيخدم بهذيك الكاميونات كتر من الاخر. وملي كيجي ما بقاش كيعطي لذاك صديقه داك الرزق اللي موالف كيعطيه. مثلا كان كيعطيه مثلا 200 درهم في النهار، ولا كيعطيه غير 100. مع الوقت ولا كيعطيه غير 50 درهم. مع الوقت الاخر كيقول له ودي هادشي راه كتعطيني على انت ما كتخدمش، كيقول له هادشي اللي جاب الله، وانا خسرت كذا، وانا اليوم عطيت كذا، ووقفني البراج الفلاني ودا ليا كذا، وخسرت لي هادي هنا وصوت هادي هنا. يعني ولا كيخترق الاعذار باش ما يعطيش لهذاك الصديق ديالو الفلوس ديالو. يعني دخلوا الطمع، يعني بيعوم على كل شيء، عماه الطمع ونساه في الصحبة ونساه في العشرة وفي الطفولة وداك الشيء اللي كانوا مشاركين من الطفولة ديالهم حتى النهار كبروا، حتى لهذاك النهار اللي تشاركوا فيه الكاميو. ونسى بانهم راهم ماشي غير اصدقاء، راهم تقريبا خوت، راه تا عيالاتهم صحابات، وتا وليداتهم صغار صحاب، وفاميلاتهم والديهم وداكشي كيعرفوا بعضياتهم. ضرب هو كل شيء في الزيرو، ولا بغا يعوم على داك الكاميو وياخدو ليه هو، لانه ديجا مكتوب في سميتو. وهذا الشيء اللي غيواجه به واحد النهار هذاك الصديق ديالو، ملي ولا كيحكر عليه وكيقول له ودي راه هادشي اللي كدير معايا ماشي مزيان. واحد النهار هو يدور فيه قال له سيدي اش بيني وبينك، اش بيني وبينك، انا شي كنعطيك خير من عندي. قال له الاخر كيفاش خير من عندك؟ ياك انا شارك انا وياك الكاميون. قال لي ما شارك معايا ما شارك معاك، الكاميونات ديالي، وانا دا بليزير كنديرو معاك حتى ولد البلاد وصديق ديالي. وإلا عندك شي ورقه اللي كتبين بانك راه انا وياك في هذا الكاميون، راه سيدي جبناو، سير دابا دعيني قول لي مرة الكاميو ديال انا وياك بالنص. الا عندك ما يثبت او ما يفيد سير سيدي قدمه للمخزن.
الاخر مسكين يعني صعقاتو هاد الهضره، يعني تصدم. اش غيدير؟ واش يمشي يجيب جنويه ويدق لهداك في صدرو، ولا يذبحوه ولا يضربوه بشي حاجه؟ كان بعقلو مسكين وبقى كان رزين، بقى كيفكرش غيدير مع هاد السيد. ولا كيتلاقى مع الناس اللي كيعرفهم كيقولوا شوفوا فلان اش دار معايا. كل واحد اش كيقول ليه. شي كيقول ليه لا زيرو نوض معاه الصداع تيجي المخزن، شي كيقول ليه لا خذوها باللين وبالشويه وبالحيله. كل واش كيقول ليه. اللي حتى تلاقى واحد السيد، هذاك السيد عرف القصه كيفاش. هو يقول لي شوف، الا كاين شي حد غير ممكن يوقف معاك في هاد القضيه، فهو غادي تمشي عند الكوميسار وتسول على سميتو اللي هو السيد ريس التباع. وهاد السيد ريس التباع كان كوميسار في مدينة الرباط، والقصة وقعت في مدينة الرباط. قال له غادي تمشي عنده، راه لا كاين شي واحد غادي يلقى لك الحل من بعد الله سبحانه وتعالى، راه السبب اللي غيجي على يدو الحل هو داك السيد. وهاد السيد ريس التباع كان معروف من خيرة ما أنجبت الشرطة المغربية. يعني من أحسن الكوميسيرات اللي دازوا، أو العمداء الكبار اللي دازوا في تاريخ المغرب. والناس ديال الشرطة راهم كيعرفوا هاد السيد وكيعرفوا هاد الشخصية. وكان ربي عاطيه واحد الذكاء خارق، يعني كان عنده ذكاء متميز. هذا لا يعني بأن العمداء الحاليين أو الآخرين ما عندهمش ذكاء، ولكن دائما راه كيكون واحد الشخص دائما في جميع الميادين اللي كيكون متفوق على الأقران ديالو، سواء في أي ميدان، سواء في هذا الميدان، في الطب، في البوليس، في الرياضة، في كرة القدم، في الغناء، في أي حاجة، في الطبخ، في كذا. ديما كنلقاو شي واحد متميز على الآخرين. والسي التباع كان متميز على الأقران ديالو في الميدان ديال البحث وفي هادشي ديال التابوليسيت. بقى كيسول، جا فعلا دخل الكوميسارية كيسول على المكتب ديال الكوميسار السي دريس التباع. ولقى المكتب واستقبلوا السيد دريس التباع كما كان معروف عليه بالتواضع، وكان واحد الشخصية عظيمة رحمه الله. ودخل عنده المكتب. اشنو خصك مولاي؟ شنو الغرض اللي جابك سيدي؟ وجلس السيد وخدا راحته وبدا كيحكي لي. قال لي سيدي انا هكاين وهكاين، هادشي اللي عاودت لكم انا دابا. درت مع واحد السيد كاميون وكذا وكذا وكذا، وكتبوا في سميتو، ودابا اليوم داز ليا منكرني. هكا نكرني. قال لي ما كتسالش وجهدك جريه، وسير دعيني وسير دير اللي عجبك. سي دريس قال له واش ما عندكش شي وثيقه؟ قال لي ما عنديش. قال لي وبلاتي. عيط لواحد الضابط قال لي دي هذا حطو في المكتب ليه، وغادي تمشوا تجيبوا لي هاد السيد. خدا السميه والكنيه والعنوان من عند هذاك صاحبه، خداهم من عنده. قال لي صاحبك فين كيسكن وفي كذا، وهذا اللي شريك معاك واللي نكرك. عطاهم المعلومات الكامله ومشاو. مشاو البوليس، شدوا هذاك السيد لقاوه وقالوا يلا معنا للكوميساريه. قال لي واش كاين؟ قال لي يلا راك ديك العباره المشهوره تليها وتعرف اش كاين. جابوه معاه. ملي جابوه خلاو الطوموبيل الكاميونات قدام الكوميساريه ودخلوه هو. وهادشي اللي كيديروا فيه راه التعليمات ديال السيد ريس التباع، هو اللي قال لهم هادشي يديروا، يخلوا الكاميونات برا ويخلوه هو في الكولوار، ما يدخلوش لشي مكتب، يخلوه واقف في الكولوار ويجلس تما كيتسنى بحال عباد الله. البوليس ولاو فين ما دخل شي واحد ولا شي جوج كيجيو حتى لحدا وقفوا يقول لي لقاوها، هاد الكاميونات راه جابوها برا غادي لقاوها، والصقاع تاع مولا جابوه ولا ما جابوش. هو كيسمع. دازو جوج البوليس الاولين كيقولوا هاد الهضره، دازو عاوتاني شي ثلاثه البوليس اخرين لي زانسبكتور تاني كيقولوا واش هذاك المسخوط لقاوه مولاها. ودغيا حصلوها. واسيدي والله الا طلع لينا الزهر. الحمد لله. وافير مسخوطه هادي كانت غتصدعنا وغنبقاو واحلين فيها. السيد ملي كيسمع الهضره تخلع. واه كيفاش؟ شي السيد رئيس قال لهم دخلوا لي هذاك السيد. ملي دخل، السلام عليكم. وعليكم السلام. تا هو فلان الفلاني؟ اييه نعم سيدي. هذيك الكاميونات اللي برا ديالك؟ اييه سيدي. قال لي قول لي اخر مره تنقلتي بها فين؟ منين شريتيها؟ قال له السيد واش كوميسار ممكن نعرف علاش؟ قال لي هذه راه متورطه في شي اعمال ارهابيه وفي شي حوايج كانت كديرهم وفي شي اختطافات وكذا. قال لي لا سيدي انا عاد شريتها، وشريتها انا وواحد صاحبي. قال لي كيفاش شريتها انت واحد صاحبك؟ ياك تا هاد الوراق فيهم غنتابع. قال لي لا سيدي غير انا كتبت في سميتي، ولكن صاحبي راه باقي ما كتبتش انا وياه. قلنا ترتاحوا ونكونوا بخير وعلى خير، وعادش غادي نكتبها انا وياه، وراه باقي لحد الساعه ما كتبتش انا وياه. قال لي شو سيدي حنا ما كنعرفوك هاد واش هاد صاحبك كاين؟ الا جا هاد صاحبك وقال هاد الكلام واخا غادي نشوفو من بعد.
المهم دابا انت اللي متهم في هذا انت هو مول الكاميونيت. قال لي لا سيدي، انا والسي فلان الفلاني. صيفط البوليس قال لهم سيروا جيبوا لي هذا السيد. مشاو جابوه مع الاخر، تعطلوا واحد شو، جابوا الاخر من المكتب، دخلوه قال لي هو هذا، قال لي هو هذا، قال لي انت مشارك مع هذا، قال لي يا سيدي مشاركين. قال له واحد البوليسي، واحد الضابط، واحد الانسبكتور، قال لي غدي هادو دابا وتخرجهم ويمشيو يكتبوا واحد العقد ديال الملكيه مشتركه ديال هاد الكاميونات وعاش تجيبهم عندي. وفعلا داكشي اللي وقع. وبهذه الطريقه استطاع السي دريس التباع بانه يرد لهذاك السيد هذيك الكاميونات، يرد ليه حقه النص ديالو بدون ما يوصلوا لا للمخزن ولا حتى شي حاجه. وهذا كيبين الذكاء اللي كان كيمتاز به هذا السيد. حتى لهنا كنتهي قصتنا اللي انا سردت عليكم بعجاله نظرا لضيق الوقت. حتى لهنا كتنتهي القصه، وفي انتظار باش نتلاقاو مره اخرى كنقول لكم تهلاو الحباب.